الحمد لله ذي العظمة والجلال، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المسداة في الحال والمآل. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا لمن أرسل خير مرسل لخير أمة بخير الملل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، البدر جبينه واليم يمينه، نصر الحق وأكثر عديده، وخذل الباطل وأبلى جديده، وتمم مكارم الأخلاق بخلاله الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيد، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والوفاء، ما جلجل الرعد وسح مزنه، وهب شمأل وماس غصنه. سعادة راعي حفلنا اللواء تركي بن إبراهيم القناوي مدير شرطة العاصمة المقدسة، سعادة العميد منصور المحمادي، سعادة العقيد محمد بن سعد النفيعي، سعادة العقيد جميل بن حميد الحربي، سعادة العقيد منصور الوافي، الزملاء ضباط وأفراد شرطة العاصمة المقدسة، أصحاب الفضيلة والمشايخ، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها أمسية غراء في ليلة أنسها لا يوصف، هنا في مكة المكرمة، من مهبط الوحي ومنبع الرسالة، نرسلها عذبة مدوية ونبعثها حبا صافيا وولاء صادقا لمملكة الإنسانية وملكها الغالي العزيز خادم الحرمين الشريفين. نقول فيها نحن البرماويين شكرا لكم، وبارك الله فيكم، وأدام على العز دولتكم. آويتمونا بعد شتات، ولممتم أوصالنا بعد افتراق، وحضنتم أجيالنا بعد ضياع، وكنتم لنا كما الأنصار كانوا للمهاجرين، فشكر الله بذلكم وسعيكم حكومة وشعبا، وجعلنا من المخلصين الصادقين الأوفياء معكم. أيها الحفل الكريم، ها هي الجالية البرماوية جاءت اليوم لتضع يدها بيد كافة الأجهزة الحكومية، ولتقول بأعلى صوتها: إننا معكم مساندون مؤازرون وشركاء في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والرخاء ومحاربة كل أشكال الفساد ومسبباته. أيها الحفل الكريم، إن الحملة الأمنية التوعوية الشاملة للجالية البرماوية تنطلق الليلة في مرحلتها الثانية، والتي ستبدأ فعالياتها الأيام المقبلة بإشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة، وبتعاون كبير من الجهات الأمنية، وعلى رأسها شرطة العاصمة المقدسة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمعية مراكز الأحياء. وقد انطلقت المرحلة الأولى من هذه الحملة بمبادرة ذاتية من أعيان الجالية البرماوية لتبث رسالتها الأمنية والدعوية لأبنائها المقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة، تحثهم فيها على أهمية الانضباط بتعليمات الجهات الأمنية ونبذ جميع أشكال الجريمة والفساد، تجاوبا مع شعار مكة بلا جريمة الذي جاء موافقا لطموح أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمين خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتضامنا مع الأجهزة الأمنية كافة والتي تعمل من أجل أمن المواطن والمقيم. وقد جاءت هذه الحملة التوعوية لتبث رسالتها وتمد يدها لتفعيل دور المجتمع البرماوي
في هذه البلاد الطاهرة، وغايتها إرضاء الله تبارك وتعالى، ثم الوفاء لهذه البلاد المباركة التي احتضنتنا وذوينا منذ أكثر من 60 عاما، وقدمت لنا الكثير والكثير لنرد شيئا من الجميل الذي حظينا به. أيها الإخوة الحضور، يستفتح هذا اللقاء شبل من أبناء الجالية البرماوية يعطر مسامعكم بآي من الذكر الحكيم، وهو ممن أكرمه الباري سبحانه بحفظ كامل القرآن. يتفضل الآن الطالب محمد بن نور الإسلام الأركاني.